نبدأ مع بعض شرح الوحدة التانية. المفهوم الأول: المادة في العالم من حولنا. العالم من حولنا فيه حاجات كتير جدا، زي الإنسان والحيوان والنبات، الأشجار اللي حوالينا، الغابات، الكراسي اللي أنا بستخدمها، السراير، البيوت. كل الأدوات الموجودة عندي حاجات كتيرة جدا، وأي حاجة من الحاجات دي طالما أقدر إن أنا أوزنها باستخدام الميزان، وأقدر أحدد الكتلة بتاعتها هي كام كيلو جرام أو كام جرام، وأقدر كمان إن أنا أقيس الطول بتاعها والعرض والارتفاع بتاعها باستخدام المسطرة أو الشريط المتري أو العصا المترية، وأقدر كمان أقيس درجة الحرارة بتاعتها باستخدام الترمومتر، وأقدر أعرف الحاجات دي بتشغل حيز قد إيه من الفراغ. يعني أنا لو عندي مكان فاضي مفيهوش أي حاجة وجيت حطيت فيه كورة، أشوف المكان اللي الكورة خدته ده قد إيه وأقيسه. فأي حاجة من الحاجات دي بسميها مادة. تبقى ما هي المادة؟ هي كل ما له كتلة ويشغل حيزا من الفراغ. والمادة ليها أشكال مختلفة، زي الكتب اللي مليانة ورق، أو الألعاب اللي بداخلها قطن، أو زجاجات المية والعصير واللبن، أو البلالين اللي بداخلها هوا. كل دي أشكال كتيرة من المادة. فالعلماء حبوا إن هم يقسموا المواد دي لحاجات معينة عشان يقدروا إن هم يسهلوا دراستها. فبقوا يشوفوا أي مادة يوصفوها من حيث اللون بتاعها وشكلها وحجمها ودرجة الحرارة ودرجة الصلابة والكثافة. ودرجة الصلابة يعني هي جامدة ناشفة ولا طرية لينة، والكثافة يعني هي خفيفة ولا تقيلة. فبعد ما وصفوا المواد قسموها ل3 حاجات. جمعوا الحاجات اللي هي عبارة عن هواء وسموها مادة غازية، وجمعوا الحاجات اللي هي عبارة عن مية أو عصاير أو سوائل سموها مادة سائلة، وجمعوا الحاجات الجامدة الصلبة الناشفة سموها مادة صلبة. تبقى حالات المادة 3: صلب وسائل وغاز. فالمية مثلا بتوجد في ال3 حالات، منها التلج الجامد اللي هو حالة صلبة، ومنها المية السائلة اللي هي الحالة السائلة، ومنها بخار المية اللي هو الحالة الغازية. والبركان اللي هو عبارة عن معادن كتيرة جدا منصهرة أو سايحة، يعني في حالة سائلة موجودة جوه. ما بيجي ينفجر البركان بتخرج المعادن السائلة دي، وبتلاقي الجو بارد بره فبتبرد وترجع لمعادن صلبة تاني، تبقى حالة صلبة. وأثناء الانفجار بيخرج غازات كتيرة جدا، فدي حالة غازية. فلو جينا نقارن ما بين ال3 حالات للمادة، نبدأ بالحالة الصلبة زي التلج. لو جبت مكعب تلج وحطيته جوه كوباية، هلاقي إن شكل مكعب التلج ثابت زي ما هو، متغيرش شكله، وهلاقيه إنه أخد حيز من الفراغ، جزء من الفراغ بتاع الكوباية، وإن هو لا يمكن أن ينسكب، يعني ما يقدرش إن هو يتدلق. بعكس الحالة الغازية، الحالة الغازية ملهاش شكل ثابت، بتمشي وتنتشر في كل مكان، ملهاش أي شكل ثابت. زي ما بتيجي ترش البرفيوم في أوضتك فتلاقي في آخر الشقة إن الريحة بتاعتك لسه موجودة، معناها إن هو انتشر ومشي في كل مكان. وبسبب انتشارها ده فهي ملهاش شكل ثابت، وأغلب الغازات ما بنقدرش إن احنا نشوفها. أما الحالة السائلة فيمكن أن تنسكب، يعني ممكن تدلي بسهولة زي المية وزي اللبن، ما بيقع بسهولة، وبتاخد حيز من الفراغ وتاخد شكل الإناء الموجودة فيه. يعني لو جينا حطينا مية في دورق على شكل مثلث هنلاقيه خد الشكل المثلث، لو حطيناه في دورق تاني على شكل اسطوانة هنلاقيه خد الشكل الاسطواني، ولو دورق تالت هياخد برضو نفس الشكل بتاعه. طب هل المادة بتفضل على حالها، يعني كل حالة بتفضل زي ما هي، ولا ممكن أحول من حالة لحالة أخرى؟ طبعا ممكن. زي ما بخرج التلج من الفريزر واسيبه في كوباية، بعد شوية هلاقي ان هو ساح، يعني انصهر، وده عشان كان في الفريزر، فدرجة الحرارة في الفريزر قليلة جدا، تكاد تكون صفر. لما بيخرج بره فدرجة الحرارة بتاعتنا اللي احنا عايشين فيها ممكن 30، فكده انا عليت درجة الحرارة، فعشان كده انصهر، يعني اتحول من الحالة الصلبة للحالة السائلة. ولو جيت اخدت المية دي وحطيتها على النار، فبعد ما المية تغلي هلاقي ان في بخار بيطلع،
فمعنى كده إنه تحول من الحالة السائلة للحالة الغازية. وممكن أعكس، زي ما ماما بتكون حاطة حلة المية على النار والمية بتغلي، فهلاقي على غطا الحلة إن بخار المية أما طلع اتكثف على الغطا وكونلي مية تاني، عشان الغطا كان بارد عن الحلة من الهواء اللي حواليه، فكده تحولت الحالة الغازية للحالة السائلة. ولو جيت أخدت المية وحطيتها في الفريزر فبتتجمد، فتحولت من الحالة السائلة للحالة الصلبة. يعني عشان أحول من صلب لسائل لغاز بسخن أو برفع درجة الحرارة، وعشان أرجع من غاز لسائل لصلب ببرد أو بقلل درجة الحرارة. طب لو جينا نفتت المادة هنلاقي جواها ايه؟ زي ما الرمل بيتكون من حبات رمل كتيرة جدا، فعايزة أشوف حبات الرمل الواحدة دي جواها ايه أو بتتكون من ايه. فالعلماء صنعوا أدوات تقدر تخليهم يشوفوا المواد دي جواها ايه أو بتتكون من ايه، كل مادة جواها ايه. فصنعوا الميكروسكوبات، من أول الميكروسكوب الصغير العدسة الصغيرة، والميكروسكوب الموجود عندنا في المعمل المدرسة، إلى الميكروسكوب الكبير الميكروسكوب الإلكتروني. فلقينا إن كل مادة بتتكون من حاجات أصغر فأصغر فأصغر صغيرة جدا جدا، سميناها الجسيمات. طب أنا إيه اللي يثبتلي إن المواد دي بتحتوي على جسيمات؟ زي ما احنا بنجيب البالونة وبننفخها بالهوا، فلو جيت دوست عليها هلاقي إن الهوا ده عمال يتحرك في كل اتجاه، أحركه كده ألاقي إن البالونة اتنفخت من هنا وقليلة من هنا، فمعنى كده إن في حاجة جوه بتتحرك. ولو جيت نفخت البالونة زيادة عن اللزوم هلاقي إن البالونة فرقعت، لأني مش لاقية مكان تاني تروح فيه. فنيجي نشوف جسيمات المادة الصلبة هلاقيها إن هما قريبين من بعض جدا، بيتحركوا ببطء شديد، ماسكين في بعض قوي، بعكس الحالة الغازية هلاقي إن الجسيمات بتاعتها بعاد جدا عن بعض، والمسافات اللي ما بينهم كبيرة قوي، ويقدروا يتحركوا بسرعة وفي كل اتجاه، فقوة التماسك اللي ما بينهم صغيرة جدا. أما الحالة السائلة فهي وسط ما بين الحالة الصلبة والحالة الغازية، يعني المسافات اللي ما بين الجسيمات صغيرة أو متوسطة، فقوة التماسك اللي ما بينهم برضو متوسطة، وبيقدروا يتحركوا بسرعة متوسطة. فالعلماء عشان يقدروا يدرسوا كل المواد دي وتركيبها اللي جواها ايه، عملوا نماذج تبين التفاصيل اللي جوه ويقدروا يدرسوها بسهولة، زي نموذج المادة، وزي النموذج المجسم للكرة الأرضية، بتبين لنا إن الكرة الأرضية بتتكون من مية قد ايه، والأرض اللي فيها قد ايه، القارات اللي فيها جبال، فيها خضرة. يعني مش بس نماذج للأجسام الصغيرة، لا، عملوا نماذج عشان يقدروا يشوفوا الأجسام الضخمة عن قرب، زي نموذج للمجموعة الشمسية، بيقدروا يشوفوا حجم الشمس قد ايه، والكواكب اللي بتدور حواليها بتدور ازاي وحجمها قد ايه. ونماذج تانية لرؤية الأجسام الصغيرة عن قرب، زي نموذج مجسم للجراثيم والفيروسات. ونماذج توضح كيفية عمل الأشياء، زي نموذج مجسم للبركان. وبعد دراسة المادة وحالات المادة وتحولات المادة، فازاي قدرنا نستفاد من كل اللي احنا درسناه ده؟ زي الطباخ ما بيحط المية المادة السائلة عشان يسلق المكرونة اللي هي المادة الصلبة، ويقدر يعمل أكلات شهية جدا والرائحة بتاعتها الحالة الغازية بتكون جميلة. وازاي قدرت أحافظ على الفاكهة والخضروات لمدة كبيرة جدا إن أنا أجمدها في الفريزر. وقدروا يفسروا ازاي ان انا ما بحط مكعب تلج جوه العصير الاقي العصير سقع والتلج انصهر، لان التلج اللي درجة حرارته قليلة جدا فضل ياخد حرارة من العصير فبيقلل حرارة العصير، والتلج اما حرارته بتزيد فبينصهر، عشان كده هما الاتنين بيوصلوا لدرجة حرارة متوسطة ما بينهم تكون ساقعة. والعكس، يعني احنا نقدر نوضح ازاي ما باجي احط خضار مسلوق سخن جدا في طبق فيه مية ساقعة جدا متلجة، اللي بيحصل فهلاقي ان المية الساقعة برضو او المتلجة بتسحب السخونة درجة الحرارة من الخضار المسلوق، فما تسحب منه السخونة الخضار حرارته هتقل فيبرد، والمية المتلجة حرارتها هتزيد، يوصلوا لدرجة حرارة متوسطة ما بينهم.
وبكده نكون انتهينا من شرح الدرس. نتقابل الدرس القادم إن شاء الله.